تخيل لو قلتلك إن بناء الأهرامات كان سباق موت بين ملكين، كل واحد فيهم عايز يثبت إنه الأعظم في تاريخ مصر. صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. في زمن بعيد قبل توحيد مصر، الأرض كانت مقسومة بين مملكتين، مملكة في الشمال ومملكة في الجنوب. كل مملكة كان بيحكمها فرعون شايف نفسه أحق بحكم مصر كلها. فرعون الشمال كان اسمه عقرب، راجل طموحه ملوش حدود وقوته زي الصخر. وفرعون الجنوب كان اسمه الصقر، محارب شجاع وعنيد زي أسود الصحراء. الصراع بينهم ما كانش بالسيوف بس، لكن كان صراع في العظمة والإرادة. وفي يوم قرروا يعملوا سباق هيحدد مين فيهم الأحق بالخلود. السباق هو مين هيبني الهرم الأعلى والأعظم قبل التاني. عقرب في الشمال جمع أمهر المهندسين وبدأ يبني هرمه بتصميم معقد وضخم، والصقر في الجنوب استعان بأقوى رجالته وبدأ يرفع هرمه للسماء بحجارة عملاقة. الأرض كانت بتتهز من حركة العمال والحجارة اللي بتتشال. كل فرعون كان بيشتغل ليل ونهار، والنوم كان رفاهية مش موجودة. السباق ده ما كانش مجرد بنى، ده كان إثبات للقوة قدام الحكام الإلهيين. عقرب حس إن الصقر هيسبقه، فقرر يلجأ لقوة خفية عشان تساعده. استدعى كائنات من نار من عالم الظلام عشان تسرع البنى. وفجأة هرم الشمال بدأ يرتفع بسرعة محدش يتخيلها. لكن الصقر كان عنده سر أكبر، كان معاه حكمة الأجداد ورموز قديمة بتدي القوة. عماله كانوا بيشتغلوا بروح واحدة، كأنهم قلب واحد بينبض. المعركة الحقيقية كانت مش بالحجارة، لكن بالإيمان والإرادة. هرم الشمال كان بيعلى بسرعة، بس كان مليان طاقة غريبة ومخيفة. وهرم الجنوب كان بيعلى بثبات وقوة، كأنه جبل بينحت نفسه. في اللحظة الحاسمة وقبل ما عقرب يعلن انتصاره، حصل اللي محدش يتوقعه. الكائنات النارية اللي استدعاها انقلبت عليه، وهرمه بدأ يتشقق وينهار. أما الصقر فوصل بآخر حجر في هرمه لقمة المجد، وثبت حكمه كأول ملك يوحد مصر. السباق ده علم المصريين إن العظمة الحقيقية مش في السرعة، لكن في الوحدة والإيمان. والأهرامات فضلت شاهدة على سباق أسطوري بين ملكين، واحد اختار الظلام والتاني اختار النور.